بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع الخليج للسيارات يقدم لكم تجربة نحن طال انتظارنا لها، اللي هي نيسان نافارا 2016. السيارة هذه مجددة بالكامل. السيارة هاي مثل ما تشوفون تصميم مختلف. السيارة هذه لا يكاد بيت في الخليج يخلو منها أو من منافستها تويوتا هايلكس، لذلك هاي السيارة من أهم السيارات في الخليج عندنا. بالنسبة لنا هذه السيارة أهم من بعض السيارات الفخمة اللي موجودة في الوكالات الغالية الأوروبية. هاي السيارة نحبها أكثر، نعزها أكثر، تعودنا عليها. الشباب في السعودية أهلنا وحبايبنا هناك معتمدين عليها. نيسان داتسن معروفة بهذا الاسم عقب لما تطورت، لكن هالمرة جاءوا بتصميم جيد. دفع رباعي، الماكينة 2500. السيارة هذه للأمانة ضغطنا عليها في الرمل كثير لين ما وصلنا هالمكان هذا. الحمد لله الحرارة ما ارتفعت ما شاء الله، المكيف كنا نشغله ونسكره في نفس الوقت. الأهم من هذا كله، لشون تبون تستخدمون هالسيارة؟ تابعونا. لشون نستخدم هاي السيارة؟ يعني شو الاستخدام الأمثل لها؟ أول شيء منطقة الخليج العربي يحبون رحلات في البر، واللي ما عنده رحلات كثيرة عنده حلال فيحمل العلف أكرمكم الله للبهايم. فهاي السيارة من أحسن السيارات لحمولة العلف، فيها حدود الطن إذا كانت باب واحد أو بابين أقل شوي. السيارة هذه تتحمل جونا الحار، الجو اللي توصل فيه الحرارة يعني 50 و52 وفي الرمل وفي هذا تصك أزيد. السيارة هاي لرحلات، السيارة هاي نهاية الأسبوع شباب ما شاء الله يسوون مجموعات يطلعون يخيمون بالأسبوع داخل. فهاي السيارة مهمة جدا. وكذلك بعض الناس يحبون تكون عندهم سيارة بيك اب في البيت، سواء فور ويل أو عادية، للشراء من مثلا سوق الخضرة، من الجمعيات، من كذا، يحبون الحمولة في هاي السيارة. السيارة هذه صراحة لا يكاد يخلو بيت من الخليج يعني منها، يا هي الهايلكس، وهذا أمر جيد. السيارة هذه لها خبرة في المنطقة بشكل كبير، لذلك الخيارات منحصرة بين السكان في الخليج بين النيسان وبين الهايلكس. وهذا حد يقول نيسان وحد يقول الهايلكس، والجودة تختلف طبعا وكل شيء بحسابه. السيارة هاي شو ميزاتها؟ شو اللي يخلي الواحد يشتري هالسيارة هاي؟ ويانا أبو حمدان صديقنا وأخونا، شو رايك يا ابو حمدان في السياره؟ شو اللي يخليك تشتري هالسياره؟ طبعا شوف، هاي السياره فيها عده مميزات. ايه، اولا حجم السياره مدمج، حلو، يعني حتى حجم السياره صالون متوسط، صح، او حتى اصغر من حجم الصالون، اصغر من الصالون. متعدد الاستخدام، تقدر تدخل بالسياره لاي مكان، تقودها في اي مكان. المدن اللي هي الضيقه المزدحمه، الشوارع المزدحمه، الشوارع الصغيره، يعني حتى تقدر توقف السيارة في أي مكان عندك بالبيت، موقف عادي داخل، موقف عادي يعني. غير هذا أن هي تشيل 5 ركاب، وسعة الصندوق الخلفي بعد ممتازة، حلو، 4x4. يعني عندك تعدد في الاستخدام. بعد شو عن محركها؟ والمحرك طبعا محرك معروف، المحرك متواجد على نيسان التيما، على النيسان التيما، متواجد على عدة سيارات. نعم. الاكس تريل كذاك، نعم. فالمحرك ممتاز من ناحية العزم ومن ناحية الأداء، القوة والتسارع، نعم. والجير نفس الشيء متجاوب يعني. لحد احنا ما وصلنا لهالمكان كانت السيارة متجاوبة بشكل جيد، اكثر من جيد يعني. نقدر نقول يعني بالنسبه لمحركها، انا اشوف ما شاء الله اعطتنا اداء احسن من محركها يعني. صحيح، احنا احسن من مستواها. تفاجأنا بالاداء الحلو، الاداء يعني ما شاء الله، لدرجه ان السائق نفسه ما يضغط على السياره، يعني قاعد يسوقها بشكل متوازن، يعني ما قاعد يستخرج اقوى ما فيها. صح. مع ان هذه المنطقه يعني يبغي لها المنطقه هذه مثل ما انت شايف سيارات 8 سلندر قاعده تدخل. صحيح. فهاي السياره محل اعجاب يعني في هذا المكان. شو تتميز فيه سياره نيسان نافارا؟ اولا نتكلم بشكل موضوعي، طول عمرها نيسان فيها خفه الوزن، البلاستيك والحديد خفيف. هالشيء هذا ينعكس على السياره وقت الحموله ووقت الرمل. هل دخلنا ما شاء الله مكان يعني كل اللاند كروزرات 8 سلندر 6 سلندر، نسمنا على التواير، 2500 المحرك، ما شاء الله تجاوب جيد. الحوض مثلا، اذا بغينا نشوف الحوض كم حجمه، شوف الحوض مساحته حلوه،
ممتازه اكثر من حلوه. وبالنسبه اللي عندهم حلال او عندهم شغلات ثانيه بامكانهم يركبون اللي هو مثل القفص، يسوي لك مثل القفص، يركبونه يوصلونه من هني ويصير معاهم يحملون فيه الغنم اكرمكم الله والدبش وايا كان يعني. حتى ربط الاحبال يعني احبال جاهزه. نعم جاهزه. وحتى بالصندوق يعني من الخلف، فالسياره مرتبه لك جاهزه. إيه. بس عليك انك انت تحط التجهيزات والحموله. اظني حتى موجود، اكيد موجود لها حوض، هاي بنحصل لها الحوض البلاستيك الاسود، تعرف محمد؟ ها موجوده، تلبس التلبيس وتريح عمرك. يخيسون ما يخيسون السياره ورا من العلف ولا الغنم ولا هذا، ما يهم هالشيء هذا. في نوع خاص زبرت خاص مخصص حق الحوض، هذا عارفه اتذكره. ايه على ضربات تحط له اي شيء ما صح. يعني عندك خيارات كثيره بالنسبه لهاي السياره. على سرعة 80 كيلو في القرقرة، السيارة مريحة جدا، السيارة فاضية، المفروض انها تهتز. ما شاء الله التعليق ممتاز. شوفوا حتى كيف يديه مو ثابتة، والسبب انه تمشي حول 80 كيلو، فهذا شيء يحسب لهذه السيارة. ناخذ فكرة عن نيسان نافارا وعن تاريخها. 80 عاما من الصلابة، طالما ثمت مغامرة في الأفق ستتواجد نيسان دائما لتتزعم المغامرات على كافة الطرقات. السيارة صنع منها 14 مليون وحدة في كافة أنحاء العالم في 180 سوقا مختلفا. أعطيكم فكرة عن محرك السيارة. بسم الله. بنية السيارة ثقيل جدا، مو بخفيف. هذا الشيء يعطيك أمان أكثر، وما زالوا يستخدمون الطريقة القديمة في البيك اب. المحرك من 4 اسطوانات سعة 2500 سنتيمتر مكعب بقوة 168 حصان، والعزم يبلغ 244 نيوتن متر. السيارة كذلك تتوفر بمحرك ديزل من 2500 سنتيمتر مكعب توربو بقوة 161 حصان و403 نيوتن متر، مع ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات، وايضا يدوي من 6 سرعات. بالنسبة للمحرك، عيب نتكلم ان نيسان ما تعرف تصنع، لان رقم واحد نيسان متميزة في اكثر السيارات محركاتها. السيارة نيسان، شركة نيسان بالذات، عندها تنوع في المحركات الشيء الكثير، احسن من المنافسين بكثير. السيارة 2500 168 حصان، اعطتنا اداء جيد. يعني لو قارناها بينها وبين الهايلكس ما كانت نفس القوة. الهايلكس كان عزم فيه لكن ما في قوة في الأخير. السيارة هاي فور ويل، توايرها عادية، مشت فينا في البر ما شاء الله. ناقل الحركة من 6 سرعات، توفير وقود بيكون وياك بشكل كبير. السيارة هاي من أحلى السيارات. إذا أبو حمدان عندك شيء تحب تقول؟
والله بالنسبة للماكينة طبعا في ناس يعني كثيرين ما يعرفون ان هاي الماكينة طلعت في سنة 2005. نعم. لما وصلت الخليج في السيارات على الألتيما. نعم. على الألتيما، وكيف كانت الألتيما يعني اشتهرت مع المحرك هذا، مع هذا المحرك، وصار لها مبيعات كبيرة. نعم. يعني إلى اليوم. إلى اليوم طبعا خلال الحين أكثر من 11 سنة تطورت الماكينة، صار عليها إضافات. الجير طبعا بعد تطور. اتذكر حتى 2013 او 2008 يوم غيروا الجير سووا 6 نسب. نعم. تتذكر يوم سووا 6 نسب نزلوا صرفية البترول 18%. انا متاكد ان احنا جربنا الالتيما في هاك الوقت. حاليا طبعا هذا او الماكينه هذه ب6 سرعات اوتوماتيكيه. نعم. فحتى من ناحيه صرفيه البترول نعم. اقل، صارت اقل. حتى الجير عادي بعد 6 نسب، والجير عادي بعد ايضا من 6 نسب. نعطيكم فكره عن دخول السياره من الباب الخلفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب يفتح بزاويه حلوه. الحيز الخلفي بسم الله. هاي الطريقه ندخل في مجال جيد. كراسي متوسطه، لا هي اللي في الامام ولا هي اللي على الاخير، جيده. سكر الباب، لا باس فيها، حق بالغ، انسان بالغ. وكذلك الحلو فيها مسند هني. هذا المسند او المقبض حق دخلات الرمل والحركه تتمسك فيه احسن من اللي فوق، هذا اقوى. السياره مو مزوده بالمسند الجانبي، لكن من الداخل جميله. عندك مكيف خلفي، فتحتين مكيف، هذا الشيء جيد. والسقف جيد، ارتفاعه جيد، لا هو اللي هو نازل ولا هو اللي صاعد بزياده. شوف المسافه كم. الامور الجيده في السياره وجود اماكن تخزين تحت الكرسي الخلفي. بسم الله. اسحب الكرسي، يسحب بهالطريقه هاي. في كليب يتعلق معاه يتعلق، فتم الحين معلق بشكل جيد. هالمكان استفادوا منه، حاطين الجيك مع السياره، العفريته مثل ما يقولون. فتحتين هني وهني، واماكن تخزين بسيطه تنفع، لان البيك اب ما تقدر تخزن فيه خلف الكرسي هذا العادي، لا، لكن هني بس. السياره عليه تواير عاديه برنقات حديد من النوع القديم، لكن من النوع العملي جدا. كذلك التاير بحجم 195 على 15 على 106. مو ذاكرين السمك بالضبط، بس في اختلاف. اللي يميز التواير هاي تتحمل حموله بشكل عادي، بشكل عالي، خصوصا بعد ما تزيد الحمولة حسب اللي ما مكتوب. بإمكانك توصل ضغط التواير إلى إن الأمامي 48 والخلفي 68. شغلة ثانية، التواير من نوعية كونتيننتال نوعية جيدة. أول مرة نشوف نيسان مستخدمينها في هالحالة هاي. فكرة عن تشغيل السيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. مفتاح عادي، الشاشة فيها كمبيوتر صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاشة الصغيرة اللي داخل فيها عن نظام الدفع الخلفي ونظام الدفلوك الليبان والبترول والحرارة ومقياس الكيلومتر. مسوينها بالطريقة الكلاسيكية القديمة. هذا المقياس كم كيلو، الافريج المعدل. والثاني هذا اللي يزيد وينقص الطبلون. المكيف جيد، نيسان بعد معروفين في المكيف. الطبلون في النص هذا يشبه النيسان التيما الجديدة. السيارة مجهزينها بشاحن للهواتف، بس وضعية مختلفة. بإمكانك تخلي التليفون هنا يشحن، ما في مشكلة. النظام الداخلي مثل ما تشوفون، فتحات المكيف. يسجل هذا في نظام الفول اوبشن، هي شاشة ب6 انش مع كاميرا للرجوع للخلف، ومع سنسرات في على اليسار موجودة تقدر تتحكم فيها للرجوع للخلف. وهاي الشاشة تفيد جدا. وكذلك نظام ملاحة في بعد الموتر. هاي من الأمور الجيدة بالسيارة، ولو أن نحن الحين نظام الملاحة ما نستخدمه. الله يخلي جوجل مابز اللي هو يدليك أحدث مكان، والخرائط دائما حديثة فيها. نظام الدفع الخلفي تحت مثل ما تشوفون، الدفع الخلفي الهاي 2 الهاي 4 وال4L بعد.
نظام الدفلوك موجود. هني شاحن بعد لك للتليفون الرحلات. هني فتحة AUX اللي هي للمسجل والميموري. حتى هني حطوا قدر المستطاع فواصل او اجزاء تخزن فيها. الجير من 6 نسب، بالامكان التحكم فيه بشكل يدوي بهالمكان هذا، هاي ولو حسب ما انت تتحكم فيه. ومثل ما سوينا في التجربه، احنا كنا في الرمل كنا حاطين على الجير الثاني بحيث ان احنا نضمن احسن اداء والقوه تكون موجوده. يعني في فصوص ممكن تكون على رقم 1 اللي هو الفول اوبشن، يعني وضعيتين الاكواب الشاي او القهوه، كذلك في وضعيات في الابواب كذلك تخزن فيها المياه. الفول اوبشن في السياره يجي بنظام البصمه، ما تحتاج شغله بمفتاح، لكن هاي امور عاديه يعني ما حد بيفتكر فيها في بيك اب بصمه ولا بدون بصمه، كلها واحد، ما في فرق يعني. الانطباع الاولي للسياره، السياره خفيفه فيها بعض الارتجاجات وهذا طبيعي لانك انت بيك اب ونوعيه التواير، لكن السياره ناعمه، مستوى رؤيه جيد، الحجم مدمج. يعني لو قارنا هالسيارة بالهايلكس، هاي حجمها أصغر لكنها من الداخل بعد فيها سعة وفيها حوض، فيها شيء زين. فاللي يبغيها داخل المدن هاي تنفع، داخل الأسواق يحمل فيها، هاي أحسن من الهايلكس لأنها حجمها أصغر. والحلو في السيارة هاي المحرك قوته عالية مرتفعة، يعني على طول الوقت يعطيك قوة. شوفوا الحين احنا نمشي على سرعة 100 والدوران على 2000، يتجاوب بسرعة الماكينة المحرك قصدي، لكن يظل مرتفع الدوران، والسبب ان السيارة هاي مخصصة للسحب والحمولة، فمبرمجينها بحيث ان السيارة هاي دائما بيكون فيها حمولة، فتحتاج دوران عالي. تقدر تسوي دوران عالي براحتك اي وقت. خلينا نحكي الحين، نعطيها السادس. شوف السادس على 2500 على 100 كيلو، وهذا متوقع بالنسبة للسيارة هاي. بالنسبة للسيارة هاي يا شباب مختلفة، يعني أنا أشوف بعد ما جربنا الهايلكس وما جربنا هاي السيارة، هاي مختلفة عن الهايلكس بالكامل. طريقة منافساتهم مختلفة، الأزرار مختلفة، طريقة الدفع مختلفة، الماكينة مختلفة. فهالسيارتين أنا أشوف المنافسة بينهم ظلم، لأنه الهايلكس مختلف وهذا مختلف. هذا يعطيك أداء حلو، دوران دائما عالي. الهايلكس أكسل، في كسل شوي وفي وزن وحجمه أكبر. فأنت شو تحب تشتري؟ شو يفيدك أكثر شيء داخل المدينة، داخل هذا شيء طيب. لكن اللي بيشتري اللي هو البيسك تواير عادية، هاي بعد فترة يركب التواير عريضة مع الدفع رباعي بيحصل أداء جيد في هاي السيارة. مستوى الضجيج على سرعة 100 كيلو والمكيف شغال. عوامل السلامة في السيارة: وجود ايرباجين، وجود ABS، في بعض الطرازات العالية فيها نظام الخروج عن الطريق، التنبيه بالخروج عن الطريق، في نظام ثاني هبوط المنحدرات كذلك. هذا كله يساعدك على الأمان وعلى السلامة بإذن الله. بالنسبة لموضوع التعليق، تعليق هذه السيارة ناعم وجيد. يعني من الصعوبة أنك تجد سيارة تعليقها ناعم ومريح على الشارع، وكذلك مريح على رمل. احنا جربناها في رمل كان تعليقها ممتاز مع تنسيم التواير، لكن الحين حتى التعليق على المطبات العادية مثل المطبة البسيطة هاي اللي قدامنا، تتوقع أن السيارة تنقز بشكل كبير. لا، شوفوا كأنك راكب نيسان التيما تقريبا، نفس المستوى. أعطيكم فكرة عن التسارع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. تسارع 10 ثواني فاصلة 82 جزء من الثانية، وهذا أداء جيد بالنسبة لسيارة مو مخصصة للتسارع. المميزات: أداء جيد على الطرق الرملية، محرك قوي ومرن، ناقل الحركة جيد ومتجاوب مع المحرك ليعطي أحسن أداء، حجم متوسط ومدمج يصلح لداخل المدينة وخارجها، توفر المحركات من الديزل توربو والبترول، مقصورة الركاب، اتساعها جيد ل5 أشخاص، التعليق مرن وجيد على الرمال، الشاصي صلب وقوي، استهلاك جيد للوقود، توفر نظام قفل الدفريشن لوك، تصميم داخلي وخارجي جميلين.
العيوب: قلة أماكن التخزين الداخلية، السعر 105,000 كثير بالنسبة لهذا النوع من السيارات، عدم وجود مكان مخصص لسحب السيارة في الخلف. النظرة المستقبلية: إصدار خاص للطرق الوعرة وتوفير شاحن هواء توربو. النظرة الاقتراحات: شكل رياضي مع اكسسوارات أصلية من الوكالة. السيارات المنافسة: شيفرلي كولورادو، فورد رينجر، تويوتا هايلوكس، متسوبيشي L200. الألوان الخارجية 8 ألوان، الألوان الداخلية 3 ألوان، رمادي وأحمر وأسود. نعطيكم فكرة عن الإضاءة الخارجية: كشافات، ليت الخفيف، ليت الرئيسي، ليت العالي، إشارات يمين يسار. نعطيكم فكرة عن الإنارة الأمامية: كشافات، ليت الرئيسي، العالي، الواطي. نعطيكم فكرة عن الإنارة الخلفية: الليت العادي، بريك، إشارة يمين يسار، 4 إشارات، ريوس. نعطيكم فكرة عن الإضاءة الداخلية: ليتات LED بيض هني 2 للقراية، واحد هني وواحد هني، والليت الرئيسي في النص. الإضاءة كافية إذا ما وضعنا في الحسبان أن السيارة بكافية. نعطيكم شكل الإضاءة الداخلية بالأبيض والأحمر والبرتقالي. نعطيكم فكرة عن صوت المسجل: السيارة من 6 سماعات. أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تقدم بالشكر الجزيل إلى شركة نيسان الشرق الأوسط والشركة العربية للسيارات وكلاء نيسان في دبي على توفيرهم هذا الطراز لنا لتجربته. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل إعجاب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.